أهلا بكم من جديد. عشاق الكرة المغربية على موعد مع الإثارة، حيث يستهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس إفريقيا 2025 بمواجهة منتخب تنزانيا. مباراة يسعى من خلالها أبناء وليد الركراكي لتحقيق أول انتصار وتوجيه رسالة قوية للمنافسين. ستجرى المباراة يوم الأحد 4 يناير وسط ترقب جماهيري كبير، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. وبالنسبة للقنوات الناقلة، فستبث المباراة مباشرة عبر قناة الرياضية المغربية في بثها الأرضي، بالإضافة إلى شبكة قنوات بي إن سبورتس ماكس الناقل الحصري للبطولة، مع تغطية خاصة من قلب الملعب. يدخل المنتخب المغربي اللقاء بصفوف مكتملة وبطموح عال، حيث من المتوقع أن يعتمد الركراكي على القوة الهجومية الضاربة لفك دفاعات تنزانيا منذ البداية. اللاعبون مطالبون بالحذر من المرتدات السريعة للمنتخب التنزاني، والتركيز على استغلال الفرص أمام المرمى لحسم النقاط الثلاث مبكرا. في الختام، كل التوفيق للمنتخب المغربي في هذه الرحلة الإفريقية. وأنتم متابعين، ما هي توقعاتكم لنتيجة المباراة؟ وهل تتوقعون فوزا مريحا للمغرب؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد. إلى اللقاء.